ايه ده؟ الشنطة دي تقيلة ليه كده؟ فيها شوية حاجات يا بسيوني. حاجات ايه يعني؟ الشنطة دي فيها ايه؟ هيكون فيها ايه يعني؟ ايه ده يا أميرة؟ خلاص. بتسرقيني يا أميرة؟ لا. أميرة ايه يا بسيوني؟ ايه بتعملي ايه؟ كنت بحط الحاجة من التلاجة اللي جايبها. المهم مش عايزك تعملي غدا النهارده. ليه جايبين أكل من بره؟ لا اعمل لك مفاجأة بقى بصراحة. ايه؟ بصراحة هناخدك انت وامي ونروح نقضي اليوم عند امك النهارده. عند ماما ومال. انت مش فرحانة ولا لا ايه؟ طبعا فرحانة طب ممكن ومال. نقضي اليوم مع حماتي النهارده بقى ايه؟ غدا وعشاء كمان. ما شاء الله، غدا وعشاء ومال. ماشي؟ طيب انا ماشي. هنبلغ امي. ماشي. ماشي. عشان هعمل ايه يا ربي؟ أمي لسه شاكيلي إن مفيش حاجة في البيت. اما ايوه يا ابني. بقول لك ايه يا أما؟ مين يا حبيبي؟ النهارده هنروح نتغدى ونتعشى عند حماتي. وماله زي بعضه. ماشي؟ احسن يا ابني برضه. ماشي ندخل نعمل غير هدومي كده نستحمى ونبقى نروح. خلاص انا ماشي. بلغت اميرة يعني. طيب وانا هحضر نفسي واقوم. ماشي يا أما. ماشي حاضر. انت بتسرق؟ تسرق الحاجة؟ مش رايحة لأمها؟ حاجة بسيطة تساعد أمي بس في العزومة دي. مكرونات كيسين سكر. العزومة ما كانتش وقتها والله. لا. بس هنعمل ايه؟ ايه يا أما جاهزة؟ تعالى تعالى حسام. في ايه يا أما خير؟ تعالى. خير يا أما في ايه؟ شفت مراتك يا ابني عمالة تعبي الحاجات من قلب المطبخ تحطها في الشنطة. تقول ايه يا أما؟ يا ابني أنا شايفاها بعينيا. أميرة بتسرقني؟ أنا عارفة. يا بتعمل كده ليه؟ يا أما أنت متأكدة؟ أيوة يا ابني بقول لك شفتها والله شفتها بعينيا. وهتسرق الحاجات دي ليه؟ أنت بتسألني أنا؟ سألها هي يا حبيبي. إحنا مش رايحين لأمها يبقى هتودي الحاجة لمين؟ بس مستحيل أميرة تاخد حاجة من غير ما تستأذني. يبقى دي ما قالتلكش وأنا اللي شفتها بعيني. أنت متأكدة يا أما عشان الموضوع ده كبير وما ينسكتش عليه. يا ابني وأنا هكذب عليك؟ بقول لك شفتها بعينيا عمالة تعبي في قلب الشنطة. طب تعالي معايا. تعالي يلا بينا. ماشي. يلا بس انا جاهزة يلا بينا. استني يا أميرة. ايش؟ بقول لك يا أميرة تاخد الشنطة دي معاك ليه؟ عادي يعني رايحين عندهم. ماشي بس مش ملهاش لزوم الشنطة يعني. ايه مشكلتك مع الشنطة انت؟ يعني ما رايحين يوم وجايين واخدة شنطة ومليها هدوم شكلها فبلاش هي. لا مش هدوم ده غيار بس عشان اعرف اقعد بيه انت عارف. طب هات نشيلها عني. لا خليها انا بشيلها خليها. هات نشيل الشنطة عني. خليها بقول لك انا هشيلها عادي. ازاي يعني؟ خليها نشيلها عنك عيب لما. ايه ده؟ الشنطة دي تقيلة ليه كده؟ فيها شوية حاجات يا بسيوني. حاجات ايه يعني؟ الشنطة دي فيها ايه؟ هيكون فيها ايه يعني؟ ايه ده يا أميرة؟ خلاص. بتسرقيني يا أميرة؟ لا ما تقولش كده يا بسيوني بس لا اكيد. امال ايه دي؟ حاجات جايبها لامي. بس انا ما قلتلكيش خدي حاجة وانت ما استأذنتنيش. اوعى خدت حاجة من البيت. ما هو انا لو مديت ايدي على حاجة من البيت كنت استأذنتك وانا من امتى باخد حاجة من البيت لامي؟ امال ايه دي؟ انت كده حرامية. لا يا ما عندكيش بسيوني. امانة كمان. لا ما تقولش ان انا حرامية. ولولا ان امي شافتك بعيني انا ما كنتش هنصدق كده. هو انت يا حماتي اللي شفتيني رحتي قلتي له؟ ما من حقها تقول. من حقها تقول لو انا بمد ايدي على حاجتك. امال ايه دي؟ الحاجه دي انا جايباها بحر مالي انا. بتحويشه مني انا من المصروف اللي انت بتديهولي. ومش السكر ده اللي انا جايبه امبارح؟ لا ادخل جوه المطبخ هتلاقي كيسين السكر اللي انت جايبه من امبارح. وبعدين يا بسيوني انت بتاكل المكرونه دي؟ انت بتاكل النوع ده من المكرونه يا بسيوني؟ بص. لا المكرونه دي مش انا اللي جايبها بس السكر ده كده انا اللي جايبه. طب ادخل المطبخ لو ما لقيتش كيسين السكر اللي انت بتقول عليهم يبقى ليك كده. هندخل والله العظيم لو لقيتك لامسه السكر لا تكوني طالق وتروح عند امك لوحدك. تعالي ياما تعالي عشان نتاكدوا ياما. يا حبيبي يلا. هم السكر بتاعي. ايوه يا ابني كيف يتغيروا مش هم. وانا جايب كيسين وهناك كيسين برضه. انا اللي كده جايبهم امبارح. شكلنا ظلمناها ولا ايه؟ تعالي ياما. انا لقيت كيسين السكر وجايبهم بصراحه.
حاجة يا بنتي، ظلمناكي معلش. والله. انا اسف ان أنا شكيت انك بتسرقينا وبتمدي لك على حاجه من غير اذن، فما تزعليش مني. بس عرفيني انت ليه عملت كده؟ وليه اشتريت الحاجات دي؟ وما قلتليش ليه وانا كنت اديتك فلوس؟ اول حاجه يا بسوني، انت وجعت قلبي لما شكيت فيه، لان انا عمري في حياتي ما حملت ايدي على حاجه من البيت، وانت عارف كده كويس. وكلمه سرقتيني دي، انت طعنتني في قلبي يا بسوني، لان انا مستحيل 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 اعمل حاجه من النوع ده. دي حاجه. تاني حاجه، انا ظروف امي على قدها، وانت فاجئتني النهارده انك انت عايز تروح انت وحماتي. وامي لسه شاكيالي بس امبارح ان مفيش حاجه في البيت، فنزلت جبت مكرونه وسكر، قلت تعمل لكم حاجه حلوه، والمكرونه نعمل شويه انت مكرونه كنت جيتي وبطاطس. كده اتكلمتي معايا، وانا وانت كنا اتصرفنا، وانا غريبة عنك لا مش مش انا امك غريبه، التانية. بس انا ما بدل ما اقدرش. كده نتهموكي كده بالباطل، حرام. طب انت يا اميره ليه ما قلتليش بلاش نروح وخلاص يعني؟ ما ينفعش. انت جاي فرحان وجاي تقول لي هنقضي هنتغدى ونتعشى، واقول لك لا؟ ازاي يعني تيجي دي؟ خلاص يا اميره، انا غلطان ما تزعليش مني. كمان انت مش هتكوني اقرب مني لحماتي، لان حماتي انت عارفه انا معزها قد ايه، خصوصا ان مدياني وحدي تتشال فوق الراس كمان. فانا هناخد فراخ ولحمه معايا كمان، ونروح نقضي اليوم. ايش يا ابني؟ ما ايوه تزعليش كده. مني يا اميره. ربنا يخليك ليا بس. يلا يلا خلاص شيلي هجيب كده الحاجه الحاجة دي دي، ناخده بعدين ونشوف. تحت الشنطه. نجيب لحمه وفراخ من الفريق ونقضي اليوم كله قدامي. امك لما تكون محتاجه حاجه زي امي كلميني يا اميره، ما تزعليش مني. كلميني. يا قولي بنتي لي احنا كلنا بيت قولي لي ان واحد امي واهل. محتاجه وانا مديها اللي هي عايزاه. انا بس طالبه منك حاجه واحده بس، اوعى ثقتك فيا تتهز يا بسيوني، اوعى تفكر في يوم من الايام ان انا ممكن اعمل حاجه. تعالى اسالني على جنب، قولي ايه ده يا اميره وانت في ايه وكده، ما معلش تكشفنيش. بصراحه، اول ما امي قالت لي انا بصراحه دمي فار وما عرفتش نتصرف ازاي. حتى انت يا بس حماتي. فعلا انا اللي اتسرعت، وانا بعد ظني اسم، فاعذريني معلش. انا اكيد مسامحاك هو طبعا. المفروض ان انا ما كنتش حقك اتسرعت، علينا يا المفروض ان بنتي، انا حقك عارفك علينا. كويس، وان انا ما نصدقش فيك حتى لو شفت بعيني بس انك انت بنت اصول فعلا. هو ده اللي انا طالبه منك، وطالبه منك كمان يا حماتي. انت لما تلاقيني بعمل حاجه وانت فاكراها انها غلط، تعالي ما بيني وما بينك كده زي بنتك، مفيش داعي تقولي له، كان ممكن تحصل مشكله كبيره دلوقتي. انا بيني وبينك استغربت، لان انت عمرك ما عملتي كده. خلاص يا ابني، حصل وحصل خير. خير. وانا ودينا غلطان أهل فعلا يا اني حبيبي. ظنيت فيك. المفروض ان انا ماشي. ما كنتش اتسرعت في الحكم. بس تعالي بقى عشان نقضي اليوم عند حماتي، وهنجيب لك يلا. كل حاجه حلوه احنا ماشيين. يلا يا حبيبتي يلا.